السلام عليكم ورحمة الله. يعني اليوم قصتنا مؤلمة كثير والله العظيم. قصة أم أحمد زينب خلف الحمادي اللي قتلها أخوها ظلما وعدوانا بسبب مرج أخوها الظالمة اللي اتهمتها بالزنا ظلما وعدوانا. قصتنا أصدقائي هي بسوريا وتحديدا مدينة الحسكة. للأسف كررت هاي جرائم الشرف اللي ما لها علاقة بالشرف. هاي الجرائم حسبي الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قصتنا أصدقائي هي تتلخص بسيدة شريفة عفيفة اسمها زينب خلف الحمادي أم أحمد، عندها 3 أطفال، ساكنة بمدينة الحسكة، زوجها مسجون من 6 سنوات يقضي محكوميته، تشتغل مع أخوها بالأرض، ومرة معروفة بأدبها وأخلاقها بالمحيط تبعها، لكن للأسف قاعدة مع أخوها. مرت أخوها تكرهها كثير، يعني إنسانة حقودة لئيمة. المهم أم أحمد كانت مرضانة، وتعرفون العلاج حاليا بالحسكة أو بكثير مناطق مكلف جدا، معاينة والكشف وخاصة أمراض النسائية. أم أحمد صارت بلشت بطنها تنتفخ، أمراض نسائية. المهم مرت أخوها من كثر ما هي إنسانة لئيمة وحقودة يعني أصنص الحرام، تروح فورا تبلغ أخوها تقول له: ترى أختك بطنها منفوخة وأختك ترى حامل وزنت وجوزها مسجون، معناته هي حامل. قام أخوها من كثر ما هو إنسان جاهل وما يفهم بالدين ولا بالثقافة ولا بالعلم، تيكحلها، راح عمها، راح جاب داية ما تفهم من 5 من الطمسة، قالت له: هاي حامل مباشرة، قوم وشيل سكينة وطعن أختك 5 طعنات ورماها قتيلة. مباشرة أجت الطب الشرعي وكشف على أم أحمد. هنا كانت الطامة الكبرى، طلعت أم أحمد مريضة أكياس مي بالرحم وانتفخت بطنها. طيب يعني تتخيل اليوم الطامة الكبرى اللي صارت مع أم أحمد، اتيتموا 3 أطفال وانخربت البيت والأب مسجون مشان هاي المكيودة بنت الحرام. أسأل الله تعالى أنه ينتقم منها ومن كل واحد ظلم أم أحمد. أرجو من الجميع يدعي لأم أحمد بالرحمة ويصبر أهلها ويصبر كل إنسان انظلم بقصة أم أحمد. وهاي الرسالة لكل إنسان عنده ولو ذرة من الشرف والكرامة إنه يتأنى قبل ما يأتي بأي خطوة يندم عليها، ندم العمر وندم السنين. يعني ما عاد ينفع الندامة، ما عاد ينفع الندامة. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يرحمك يا أم أحمد. والله أنا كثير يعني انزعجت وتأثرت كثير بالقصة هاي. طبعا الحادثة من 3 أيام، لسه ما صارها، لسه يعني هو حاليا امبارح دفنوا أم أحمد. الله يرحمها ويجعل مأواها الجنة. السلام عليكم.